دلوقتي بس هوريك بشكل سريع قوي كده المقارنة ما بين لو السامبل سايز بتاعي 10 والسامبل سايز بتاعي 100. انا لو السامبل بتاعتي بتزيد فانا بقرب للشكل بتاع البوبيوليشن. فانا لو السامبل بتاعتي دلوقتي كبرت من 10 ل 100 فانا المين بتاعي المفروض ان هو يقرب من الثيوريتيكال مين مقارنة بال10. هو فعلا لو بصيت على الفيرتيكال لاين اللي هو الاورنج ده قريب من ال 170 عن التاني عمال يبعد قوي. وفي نفس الوقت لو بصيت على الديتا بتاعتي طبعا دنس اكتر لان دلوقتي عندي 100، وهتلاقي ان الجزء الجرين اللي موجود هنا ده بيكونستراكت نورمال ديستريبيوشن لان انا برسمه هنا في السيميوليشن دي، برسم لك الجزء بتاع المينز. وفي نفس الوقت في ملاحظه هنا هتلاقي ان الستاندرد ديفيشن بتاع السامبلنج ديستريبيوشن ده بقى دلوقتي اسمه سامبلنج ديستريبيوشن، هتلاقيه كبير شويه في الجزء اللي انا اخدت فيه 10 سامبلز، وهتلاقي الستاندرد ديفيشن هنا قليل شويه. هتلاقي الستاندرد ديفيشن كل ما السامبل سايز زاد هتلاقي الستاندرد ديفيشن بتاع السامبلنج ديستريبيوشن بدا ان هو يقل. السامبلنج ديستريبيوشن بقى بيطلع لي ستاندرد ديفيشن بنطلق عليه الستاندرد ايرور. الستاندرد ايرور ده عباره عن الستاندرد ديفيشن بتاع البوبيوليشن كلها على السكوير روت بتاع ان. طب نفهمها ازاي دي؟ انت دلوقتي لو اخدت الستاندرد ديفيشن اللي تحت ده بتاع السامبلنج ديستريبيوشن واضح قوي ان هو صغير. انا عايز اقول لك ان انت لو ضربته في السكوير روت بتاع ان هيحاول ان هو يوصل للاكشوال فاليو بتاعت الستاندرد ديفيشن بتاع البوبيوليشن كلها. فانا لما هضربه في السكوير روت بتاع الان هيحاول ان هو يجيب لي الستاندرد ديفيشن بتاع البوبيوليشن كلها. الكلام ده مهم قوي لان انا مش معايا كل البوبيوليشن، انا مش معايا كل الهايتس بتاعت كل الناس اللي في العالم، ولذلك انا محتاج حاجه تابروكسيميت المين والستاندرد ديفيشن علشان اقدر ان انا اقوم قايل والله بص انا السامبل اللي انا اخدتها دي representative of the whole population. يبقى انا ممكن ان انا اكولكت مثلا 100 سامبل واقوم قايل ان السامبل بتاعتي دي بتجنرالايز على كل الناس اللي عايشين في العالم كله. المين بتاع السامبلنج ديستريبيوشن ده لو اخدت بالك هو المين بتاع البوبيوليشن، يبقى هو is a very good estimate للبوبيوليشن مين. وفي نفس الوقت من السامبلنج ديستريبيوشن ستاندرد ايرور او الستاندرد ديفيشن بتاعه يعني اقدر اضربه في السكوير روت بتاع ان عشان ابروكسيميت الستاندرد ديفيشن بتاع الهول بوبيوليشن. وفي نفس الوقت شفنا قبل كده ان انا من السامبل لو كبرتها لحد ما توصل للبوبيوليشن فانا بكونفرج للميجرز بتاعت البوبيوليشن. ولكن السامبلنج ديستريبيوشن لطيف ان هو بيحاول ان هو يقربني اكتر من شكل البوبيوليشن، ان انا اجيب البوبيوليشن مين والستاندرد ديفيشن بتاع الهول بوبيوليشن. الناس لقوا بالتجربه اللي انا سامبل سايز 30 ده في حد ذاته كويس للسامبلنج ديستريبيوشن، رقم كويس للسامبلنج ديستريبيوشن. فانا اكوردنج للسنترال ليميت ثيرم لو اخدت السامبل سايز بتاعي 30 وقعدت اكرر الكلام ده ل 30 اللي هو جبت السامبلنج ديستريبيوشن زي ما جربنا لل 10 وال 100 بس جبتها لل 30، فالاستيميتس بتاعتي للمين والستاندرد ديفيشن هتكون قريبه من المين والستاندرد ديفيشن بتاعه البوبيوليشن. طبعا زي ما قلنا المين هو المين ولكن الستاندرد ديفيشن هتضربه في السكوير روت بتاع ان. طب تعال نشوف بقى ازاي السنترال ليميت ثيرم دي عماله تطلع لي النورمال ديستريبيوشن بشكل جنرالايزد جدا. تعال نتكلم عن الديتا اللي سكيود، الديتا اللي فيها انحراف ناحيه جهه معينه. فانا الديتا مثلا اللي موجوده قصادي دي بنقول عليها فيها بوزيتيف سكيو. ليه؟ لان فيها اوتلايرز ناحيه اليمين، ناحيه الجزء اللي هو البوزيتيف اكتر، وبسبب ده هتلاقي ان الاستيميشن بتاع المين بتاعك راح شويه ناحيه الاوتلايرز لان هو بيتاثر بالاوتلايرز، ولذلك هو بوزيتيف سكيو لان هو اتاخد ناحيه الحته البوزيتيف. دلوقتي لو بصيت بقى على السنترال ليميت ثيرم ورنينا نفس السيميوليشن على السكيود داتا دي برضو هتطلع لي نورمال ديستريبيوشن على السامبلنج يعني ديستريبيوشن ولا ايه اللي هيحصل؟ لو بصيت على السيميوليشن هتلاقي ان ايوه برضو هتطلع لك نورمال ديستريبيوشن مع ان الاوريجينال ديستريبيوشن بتاع الداتا كان سكيود. فانت لو بصيت على الفيجر اللي موجوده في النص هتلاقي الدنيا دنس اكتر ناحيه الحته اللي كان فيها اللايكليهود العاليه، ولكن لما اروح اجيب المين مازال حوالين نقطه معينه. فانت دلوقتي البوينتس بتاعتك اللي هي ليها لايكليهود عاليه ده معناها ان انا وانا ببيك راندوم فاليوز، الراندوم فاليوز دهيت مور لايكلي ان هي تيجي ناحيه البوينتس دي.
فانا دلوقتي مش هتاثر بالاوتلاير، لان اللايكليهود بتاعت الاوتلاير قليله قوي، لان الاوتلاير باي ديفينيشن هو مش بيحصل كتير، فهو دي لايكليهود قليله. فلما هاجي اسامبل مره تانية من الديستريبيوشن اللي معايا ده، انا هسامبل اراوند الحاجه اللي اللايكليهود بتاعتها اصلا كبيره، ولذلك برضو هيكونفيرج لنورمال ديستريبيوشن. طيب ما تيجي ناخد بقى حاجه تانية خالص، يونيفورم ديستريبيوشن. يونيفورم ديستريبيوشن هو ليه لايكليهود هي على كل الفاليوز اللي موجوده. فبالتالي انا لو بصيت عليه بقى هتلاقي ان انت اراوند الايدجز بتاعه اليونيفورم ديستريبيوشن ده هتلاقي زيها زي الجزء اللي في النص، اللايكليهود كلها واحده. اللي هيحصل هنا بقى ان انت برضو هتلاقيه بيكونفيرج لنورمال ديستريبيوشن، لان كلهم ليهم نفس اللايكليهود. فممكن تطلع فاليوز صغيره، ممكن تطلع فاليوز كبيره، ففي الاخر خالص المين بتاعهم هيكون في النص. فانت هتفضل تكرر الكلام ده كتير جدا 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 وتحسب المين بتاع الكلام ده. لو تاخد بالك الفيجر اللي في النص دلوقتي مش دنس في حته معينه، لان الدنيا يونيفورم. فانت دلوقتي هتبدا ان انت تاخد المين اللي هو دايما بيبقى قريب من النص شويه، وتشوف الديستريبيوشن بتاعك تلاقيه برضو نورمال ديستريبيوشن، لان كلهم ليهم نفس اللايكليهود. فانا موست لايكلي المين بتاعي هيكون موجود في جزء في النص شويه، فالسامبلنج ديستريبيوشن هيطلع لي في الاخر الشيب بتاع النورمال ديستريبيوشن. لو خدت بالك من حاجه لطيفه كده هتلاقي ان الستاندرد ديفيشن بتاع السامبلنج ديستريبيوشن اللي تحت ده، هتلاقي الستاندرد ديفيشن بتاعه اكبر شويه مقارنه بالسيميوليشن اللي شفناها قبل كده. ده حصل دلوقتي لان انا عندي كل البوينتس ليهم نفس اللايكليهود، فانا ممكن اخد بوينتس موجوده على الاطراف شويه، في حين النورمال ديستريبيوشن كانت اللايكليهود في الاجزاء اللي في الطرف دي كانت اقل شويه، فما كانش لايكلي قوي ان انا اخد بوينتس من الادجز اللي موجوده دي. فبالتالي الستاندرد ديفيشن كبر لان المين بيتحرك اكتر وانا بسامبل من اليونيفورم ديستريبيوشن. شكرا جدا انك كملت الحلقه للاخر. ان شاء الله نكون فهمنا اكتر السنترال ليميت ثيرم، وشفنا ازاي النورمال ديستريبيوشن بيظهر عندنا كتير جدا تقريبا طول الوقت، سواء انت بتشتغل على سامبلنج ديستريبيوشن او سواء بتقيس ميجرز عاديه موجوده في الطبيعه. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.